السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. احنا هنتكلم مع بعض النهاردة عن مصادر البروتين الحيواني اللي ممكن نستخدمها في الخلطات بالنسبة للطيور اللي عندنا أو بالنسبة للأكل. زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن مصادر البروتين النباتية، احنا النهاردة هنتكلم عن مصادر البروتين الحيواني. طبعا في ناس أول حاجة هتيجي في دماغهم، أو مثلا في ناس قالت أو في سؤال الناس سألته، إن هو أول حاجة كده إن مصادر البروتين الحيواني يبقى ينفع إن احنا نأكل أحشاء الفراخ أو أحشاء البط للطيور او نقلبها تاني ونعمل بهم نقلبها على الخلطات. طبعا الموضوع ده مش هينفع ليه؟ لانهم اولا بيحتاجوا ان هم يتعاملوا معامله حراريه معينه، يعني بيتحطوا في فران على درجات حراره معينه عاليه عشان يتخلصوا من الامراض اللي بتبقى موجوده فيها زي ما احنا عارفين. فاحنا لو استخدمناهم تاني فاحنا بالتالي هنتعب الطيور اللي عندنا او هنسبب ان الطيور اللي عندنا يجي لها امراض، وده مش هينفع. فيبقى لا، الحاجات دي لازم نتخلص منها. لكن في بدائل تانيه ممكن نشتغل عليها باذن الله، يعني يكون ايه اضرارها اقل او ينفع ان احنا نتعامل بيها، زي مثلا الاحشاء بتاعه السمك. مثلا لو احنا جينا عندنا مثلا محل سمك جنبنا ونقدر ان احنا ناخد منه التنظيف بتاع السمك بتاعه، ده ما فيش فيه مشكله واحنا بنضيفه، لان كده احنا عارفين ان الاسماك او الزفاره لو جابت للطيور حتى بتجيب لهم الكوليستريديا ونقدر نعالجها، يعني لو سببت مرض بسبب الكوليستريديا. طبعا مع البط والحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو المخصوص اللي هو قلنا ايه الحاجات اللي ممكن تاكل الخلطات ديت، وده فيديو مهم جدا كل الناس ترجع له. احنا قلنا ايه اللي ممكن في الظروف اللي احنا فيها دي بترتفع سعر العلف، ايه الحاجات اللي ممكن نربيها فمن خلالها نقدر نستفيد ان احنا ايه ما نضطرش ان احنا نجيب علف على طول ونشتغل على الاكل اللي في البيت عشان نوفر. لان لابد في الايام الجايه دي إن لازم يكون في تربيه، زي ما انتم عارفين ان اسعار الفراخ بقت غاليه جدا، فلازم انك تربي. في ايه الحاجات اللي ممكن نربيها؟ كنا قايلين في الفيديو ده وارجعوا له، الفيديو ده هتلاقوه موجود على القناه، ان ايه الحاجات اللي بتاكل الخلطات اللي احنا بنعملها. ده الفيديو مهم جدا عشان خاطر ايه نقدر من خلاله نعرف احنا هنربي ايه عشان خاطر الحاجه اللي هنربيها، وبالتالي هي الحاجه دي اللي هتاكل الخلطات اللي موجوده عندنا. يبقى احنا قلنا ايه عشان بس نخليها في الفيديو بتاعنا النهارده؟ احشاء السمك، نقدر نجيب الاحشاء او النظافه بتاعت السمك اللي بتبقى موجوده ونقلبها، وهوريكم دلوقتي الحاجات ديت لان انا عامل الفيديو ومقلبها وهوريها لكم دلوقتي في الفيديو واحنا شغالين كده مفيش في مشكله. لكن احنا بنجيب احشاء السمك. في حاجه تانية كمان ممكن نجيبها، كلنا عارفين ان السمك الصغير البسارية والحاجات دي بتيجي بيبقى سعره مستريح وسعره حنين. في ناس بتيجي بتعملها كلها على بعضها، وفي ناس بتنظف الراس وتعمل الجسم، حسب ما انت بتعمل. النص لو انت بتنظف الراس ديت ممكن تاخدها وتخلطها مع العلف تاكل بيها، ما كانش جبت البسارية كلها وهتسلقها او هتسويها مع الاكل بتاع البط، سواء كان بقى عيش رده ذره حسب المتوفر عندك، وبتضيف له انت مصدر البروتين الحيواني، فده كويس جدا، وده برده بيرفع نسبه البروتين ويبقى حلو جدا بالنسبه للطيور. يبقى قلنا بالنسبه للسمك، السمك الصغير اللي سعره رخيص، او اللي احنا قلنا عليه ايه اللي هي احشاء السمك. يعني انت لو جنبك محل اسماك تقدر تقول له كل النظافه اللي انت بتجيبها انا هاخدها منك، سواء بقى باعها او بيديها لك كده مفيش في مشكله، وتشتغل عليها. وممكن في طريقه كمان منها ان انت ممكن تحطها في الميه وتقلبها، او تضربها في الخلاط وتقوم جاي حاططها في الميه مقلبها، وبالميه دي زي ما عملنا في البطاطا بنلم بيها او بنلف بيها الاكل اللي موجود عندنا من رده وعيش وذره. لو الحاجات دي كلها متوفره، في عندنا كمان مصدر للبروتين الحيواني ممكن نشتغل عليه وده كويس جدا، وهو البيض. طبعا الناس تقول لك بيض ازاي؟ احنا ما بنتكلمش على بيض المائده ده، اولا هو بيض المائده ما ينفعش انه طبعا غالي ومش متوفر والكلام ده كله. احنا بنتكلم على البيض، الناس اللي عندها معامل التفريخ عارفه اللي انا هقوله ده، ان عندنا البيض اللي بيخش معمل التفريخ بعد 7 ايام بتعمل له حاجه اسمها كشف ضوئي عشان نعرف ان هو في ولد ولا ما فيش فيه ولد. تمام. ففي بيض بيطلع اسمه عندنا بيض لايح، يعني هو ما فيش فيه ولد. البيض ده بتلاقي الصفار دخل على البياض، والبيض ده ما بينفعش غير بقى للجماعه اللي هم بتوع الحلويات، او الجماعه اللي هم عاوزين يعملوا بقى كيكه والكلام ده كله، والجماعه طبعا التانيين اللي ممكن يعملوا بقى عجه والكلام ده، لو انت حسب ما انت عاوز يعني. فانت لو جنبك معمل، وكان زمان بقى المعامل بيدخل بيض بكميات كبيره وكده، فالبيض ده بيبقى مرطرط مش لاقيين حد ياخده. فالبيض ده انت ممكن تاخده، لان الصفار والبيض بيخشوا على بعض فما ينفعش يبقى بيضه الناس بتقرف منه. فانت هتاخده البيض ده كله وتقوم جاي ماسكه غسله كويس وسلق البيض سلقه كويسه وضربه كله ببعضه بالاكل اللي عندك بقى، سواء كان بقى سرس رده عيش اي حاجه موجوده عندك مصدر النشويات، بتقلب ده كله ببعضه وبتقدمه للطيور اللي موجوده عندك. يبقى احنا بنتكلم على البيض اللايح. احنا عندنا البيض اللي بيخش معمل التفريع ده في 3 انواع: لايح وكابس وفاطس. الكابس ده اللي هو البيضه الممششه، بيبقى فيها ولد، لكن البيضه بعد فتره بيحصل اي مشاكل في مكنه التفريغ او عمليه التفريغ، فالبيضه بتلاقيها مششت، والبيضه طبعا كله سموم وما ينفعش يستعمل في حاجه بيترمي. البيض الكابس يعني فيها الولده، وفي الاخر الايام جت تطلع ما طلعتش، سواء بقى القشره تقيله اي مشكله حصل في التفريغ، فالكنين بيفطس جواها، ده برده ما بينفعش. احنا بنتكلم على البيض اللايح اللي هو البيض اللي ما فيش فيه ولده، دخل معمل التفريح وتعرض للحراره فالصفار دخل على البياض، البيض ده نشتغل منه. او البديل الثاني لو انت متوفر عندك برده بيض السمان. السمان عندنا بيبيض بيض كتير جدا وما بيفرخوش الكميات دي كلها، وبيبقى البيض ده متوفر وسعر البيض فيه رخيص جدا 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 وتقدر تجيبه. وبرده نفس القصه، بتنضفه وتقوم جاي سلقه وضربه كله ببعضه، نتيجه كويسه جدا وبيعمل نتائج
كويسه جدا، وباذن الله ده مصدر للبروتين عالي جدا. يعني بص مش محتاج اي حاجه بقى، انت محتاج بس حط تضيف له عيش. هات العيش بس، انت وفر الايام دي، جيب شويه رده، جيب شويه دش ابيض، ذره ابيض، اي حاجه متوفره عندك واخلط وقلب. وزي ما قلت لكم ارجعوا للفيديو اللي ايه اللي بياكل الحاجات ديت، الفيديو ده انا عامله على القناه، والفيديو ده جميل جدا عشان نعرف احنا هنربي ايه، لان لازم تربوا في الايام اللي جايه دي في البيوت. ما تستغنوش عن التربيه لانك مش هتقدر تشتري ثمن الفراخ، يعني مع احترامي للجميع. ثالث بديل بقى كمان المصدر بروتين الحيواني اللي الناس بتتكلم عنه، او الناس بقى ايه غريب شويه، طبعا رجول الفراخ. الناس اللي بتقول لك خدوا انتوا رجول الفراخ هم ياكلوها هم بالهنا والشفا، مالناش احنا في الكلام ده. طبعا انا كيف رجول اكل رجول فراخ، بس طبعا الفراخ اللي احنا بنذبحها ما بنشتريش رجول فراخ ناكلها. يعني انا كيف ان انا اقعد ازقز كده في رجل الفرخه، بس الفرخه اللي انا مربيها في بيتي وانا اللي بعمل فيها كل حاجه، فده ما فيش فيها مشكله. لكن ان انا اشتري رجول فراخ اكلها لا ما فيش. واحنا عارفين الكيلو بتاعه ب 10 جنيه، سيبك من الشغل بتاع ده ب 20 والكلام الفاضي ده كله. اقدر اجيب رجول الفراخ ما فيش فيها مشكله واسويها كويس، وبرضه بلفها بالعيش بالرده بكل حاجه زي ما هي. بس كل ده بيعتمد ان انت يكون عندك مضرب او عندك حاجه بتكون بتعرف تقطع الحاجات دي كويس، ده بيكون اسهل عشان خاطر تيسر على البط الهضم والكلام ده كله. فانت اضرب ده كله في مضرب، اضرب الحاجات دي كلها سواها كويس، واضربها بميتها بقى وبشربتها باي حاجه بيها كلها، وقوم جاي خلطها خلطه كويسه واكل منها الطيور، باذن الله تجيب معاك نتائج كويسه جدا. والكلام ده كله موجود. يبقى عندنا كده قلنا هنا مصدر بروتين، عندنا بيض السمان، البيض اللايح اللي بيبقى خارج من المعامل مش بيض المائده، عشان بس الناس تبقى مركزه معانا، لان عارف ان اول ما يسمعوا كلمه البيض يقول لك البيض بيتعمل واحنا لاقيينه. يا عم انا بتكلم على البيض اللي بيبقى خارج من معمل التفريخ، بعد 7 ايام بيتعمل له عمليه كشف ضوئي، فبيطلع البيض ما فيش فيه ولده، فالمعمل بيخلص منه ايه للجماعه بتوع الحلويات، او بيخش هنا كده. انت بقى جنبك معمل تقدر تجيب منه، جنبك واحد فراخجي تقدر تجيب منه رجول فراخ، جنبك واحد بتاع اسماك تجيب منه زفاره السمك اللي متوفره عنده كلها، او السمك اللي بيبقى صغير اللي ما بينفعش او اللي سعره رخيص واشتغل عليه مفيش فيها مشكله. وفي ناس بتطبخ السمك ده مفيش مشكله برضه، اطبخ وضيف عليه كل حاجه. مصدر للبروتين عالي جدا، تقريبا البروتين بيتكلم في 67 68. طبعا في بقى هنا زفاره سمك الكيلو بتاعها حوالي ب 36000 ولا ب 30000 جنيه، ده ما احناش قده يعني، لان طبعا معامله حراريه وقصه احنا مالناش فيها، احنا بنتكلم عن الحاجات اللي متوفره قدامنا ونقدر نشتغل عليها. كده يبقى احنا قلنا على مصادر البروتين زي ما قلنا، يبقى السمك اللي احشاء الاسماك، السمك اللي هو صغير بنتكلم على البيض اللي هو اللايح، وبنتكلم كمان على رجول الفراخ احنا هناكلها للطيور باذن الله، وناكل احنا الطيور بالهنا والشفا يعني للجميع، مش احنا اللي هناكل رجول الفراخ. بالاضافه كمان بقى اما بالنسبه لاحشاء الدواجن او احشاء البط او الكلام ده كله، قلنا ان الموضوع ده ما ينفعش، ان الموضوع ده صعب جدا. ليه؟ لانه كل الامراض بتبقى موجوده في الاحشاء، فلازم بتخش في فران بتتعامل معامله حراريه بطريقه معينه، وبناء عليه بيبتدي بقى هم بقى يحولوها ويدخلوها. وتقريبا كانوا شغالين عليها بره كده، ان الناس بتوع بره دول ما عندهمش حاجه بتترمي. اي يعني تقريبا قالوا ان جنون البقر كان بسبب كده، ان اي بقره كانت عندهم بتنفق يقوم جايين مدخلينها مع افران يحولوها لبودره ويضيفوها تاني على علف المواشي، ترجع تاني تقوم جايه عامله لهم ايه يضيفوها كمصدر للبروتين. فده كان بيسبب اللي هم بيقولوا عليه جنون البقر، يعني زي ما قالوا، يعني لو انا بس فاكر الكلام مظبوط، لان كان بيبقى عندهم بقى ايه نافق بقى ميته مش عارف ايه، بيعرض لدرجه حراره تقريبا 250 او افران عاليه جدا في الحراره، بتحولها لبودره وبتتخلص من جميع الميكروبات. فده قال لك ان ده كان سبب يعني. لكن في حاجات تانية مصرح بيها وحاجات بتشتغل مفيش فيها مشكله، ودي مصادر كلها كويسه. احنا بنتكلم على الحاجات بتاعتنا البسيطه اللي قدامنا نقدر نتعامل فيها. ودلوقتي بقى احنا هنوريكم بط البطاطا عشان خاطر الناس تطمن عليه، لان في ناس قالت لك البط ما كانش بياكل البطاطا. طبعا البط دلوقتي داخل على عمر حوالي كام، دخل في شهر يعني، ما شاء الله البط مدربه كيلو ونص، هنوريها لكم يعني، وخليكم معانا زي ما انتم يعني مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا بقى هتبقى باينه باذن الله يعني. طبعا بط البطاطا قدامكم اهو، مش عارف بقى هو باين ولا مش باين، بس البط زي ما انتم شايفين هو ابتدى يقفل ريش يعني، والبط ما شاء الله عامل موازين كويسه. طبعا هو معاه البط المسكوفي المستورد هو اللي هتلاقيه موازين، انما دوكه كبيره. انا بخش اجيب لهم بطه. طبعا زي ما انتم شفتوا البط بتاع البطاطا، عشان بس الناس اللي كانت مقلقه اهو، هو حتى باين معانا هناك اهو. البطه دلوقتي عامله تقريبا كيلو كيلو ونص يعني، مدربين، والبط ما شاء الله نتائجه كويسه جدا. ولو ما تنسوش بقى تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك الحواشي لتجاره الاعلاف، عليها كل الفيديوهات اللي بتبقى نازله على القناه. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفنا، ما تنساش تشترك في القناه وتعمل اعجاب وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.